بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي احسن حال. ان شاء الله النهارده انا هقول لكم على الاكله بتاعت الحلوه دي. احنا ان شاء الله عملت النهارده طبخت البط مع المحشي، طلع ما شاء الله في منتهى الجمال في منتهى الروعه. أنا ما كنتش مصدقه النتيجه، بس ما شاء الله طلع حلو قوي. معايا هنا بطه زي ما انتم شايفين كده، بطه وسط، دبحها كده ومنضفاها زي ما انتوا شايفين النظافة عاملة ازاي. وجاية على الصدر كده وشقة الصدر نصين كده، علشان الصدر طبعا بيبقى ناشف شوية وكبير، فيستوي مع الوراك. وبعد كده جبت طاسة على النار وحطيت فيها شوية زيت، وسبتهم لما سخنوا قوي وحمهم، وبعد كده ضفت فيهم البط. هنحمر البطة بتاعتنا بقى كده. طبعا انتوا شايفين النظافة عاملة ازاي، نظافة البطة، لان احنا طبعا هنطبخ البط مع المحشي في حلة واحدة. هنعمل البط مع المحشي في حلة واحدة. فحطيته كده على النار وشوحت بقى البط بتاعي لغاية ما اخد لون من ناحية. وبعد كده هنضيف عليه، ما اضيف على الجنب ده معلقة من اتبله كده بمعلقة من الملح، وكمان معلقة من الفلفل. طبعا البط بتاعنا ده مغسول ومنقوع كويس بالملح والخل والليمون، علشان يشيل اي زفرة منه، ويكون طبعا منقوع كويس عشان الدم بتاعه يكون متصفي في المية، ما يبقاش فيه اي دم ولا اي زفارة. خلاص كده هنقلبه بقى على الجنب التاني، وياخد برضو التشويحة على الجنب التاني. وهنملح برضو الجنب ده بالملح والفلفل، علشان الملح والفلفل ده طبعا هيدي طعم حلو للفص بتاع البط. وكمان طبيخ البط مع المحشي في حلة واحدة هياخد طعم المحشي، وهياخد طعم المحشي. وبعد كده بقى هنضيف بقى الحتة بتاع الصدر اللي من ورا دي، القفص بتاع الصدر. وبعدين الرقبة والحاجات اللي طبعا بتتعمل مع البطة. وهنغطيها ونسيبها لمدة 10 دقايق كده على ما نحضر حاجة المحشي. معايا هنا طبعا الرز بتاعي مغسول، وهضيف عليه الخضرة بتاعتي. طبعا انا غسلاها كويس ومنشفاها، غسلاها قبل ما اقطعها ومنشفاها، وبعد كده قطعتها. وهرجع اضيف عليهم التسبيكة بتاعتي او الخلطة بتاع المحشي، اللي هي البصلة العادية اللي بنحمرها، ونضيف عليها الطماطم والبصل المتقطع، وبرده فصين من التوم، والبهارات بتاعتك الموجودة عندك، البهارات اللي انت بتحبي تضيفيها للمحشي، الملح والشطة والفلفل والكمون، البهارات اللي بتريحك. وبعد كده نقلب الخلطة بتاعتنا. ومعايا جهزت الحلة بتاعتي قطعت فيها بصل وطماطم طرنشات، وحطيت برضو فيها شوية من الزيت، والحاجات اللي الورق المتقطع اللي مش هينفع يتلف. ضفت دول في الحلة من تحت. وبعد كده هبتدي بقى احشي المحشي بتاعي. نعمل الصوابع بتاعتنا لغاية ما نعمل طبقتين من المحشي. طبعا نقي الورق اللي بتبقى الورقة اللي بره الكرنباية دي، بتحطيها تحت علشان تستحمل الحرارة شوية. واعملي، يا ريت تعملي في حلة ألمونيوم أو حلة كبيرة، علشان انت هتاخد المحشي وهتاخد البط. خلاص احنا كده خلصنا الطبقتين اللي من تحت، وبعد كده هنرص البطة في نص الحل. نعمل طبقتين بس من المحشي، وبعد كده نكمل بقية المحشي بتاعنا. طعم المحشي ده بيبقى مختلف خالص، والبط بيبقى طعمه جميل. جربوه ان شاء الله هتحبوه. خلاص كده رصينا البط بتاعنا، كل البطاية بتاعتنا بقى كده رصيناها. هنكمل بقى لف المحشي بتاعنا لغاية ما نخلص كل الكمية بتاعتنا. خلاص كده خلصنا الكمية بتاعتنا. تضيفي بقى المرقة بتاعتك الموجودة عندك،
طبعا المرقة دي حسب رغبتك والموجود عندك، ممكن تقدري تضيفي مية ومعلقة من الصلصة وملح وفلفل وتضيفيها عليها من غير مرقة، وتسيبيه على النار زي ما انت شايفة كده لغاية ما يتشرب، ونهدي النار عليه خالص وياخد وقته علشان طبعا المحشي يستوي والبط اللي جوه المحشي يستوي. طالع ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده، البط سايب نفسه. شوفوا الصدر اتقطع ازاي، اتكسر ازاي. البط ما شاء الله مستوي خالص، والمحشي طالع في منتهى الجمال وطعمه جميل جدا. جربوه مش هتندموا ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش باللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.